القائد العام للقوات المسلحة إذا لا يملك قراره بنفسه ولا يملك جيشا قويا ووضعا سياسيا مستقرا وباتفاق جميع الأطراف، أعتقد أنه سوف تكون مهمة القائد العام للقوات المسلحة صعبة جدا، ولا يستطيع أن يطلب من الولايات المتحدة أو أي دولة أنه تساعده. هو اللي عنده هو الطرق الدبلوماسية فقط. يذهب إلى احتمال الذهاب إلى إيران، سوف يذهب إلى إيران، وأنا أقترح عقد معاهدة بين الطرفين الإيراني والعراقي باحترام السيادة العراقية والإيرانية وعدم التدخل في شؤون الآخر، وإضافة التعاون في مجال الأمن والاستخبارات حتى لا تحدث مثل هذه الأمور. كذلك يجب عقد اتفاقية أيضا ومعاهدة بين الجانب التركي وتعاون أمني بين الجانب التركي والعراقي في كل هذه المسائل التي تم ذكرها. بغير ذلك حقيقة القائد العام يقف عاجزا، سواء دخلت ما أمام غير تشتكي الحكومة العراقية في مجلس الأمن، ومجلس الأمن جربناه يعني اشتكينا من القوات التركية صدر بيان اشتكينا ما سوى شيء، ما سوى شيء، ولا الولايات المتحدة مجلس الأمن أدان والمتحدة أدانت وأوروبا الشرقية والغربية أدانت، الجامعة العربية أدانت. الجماعة ما لهم علاقة، يدقون الليل والنهار على الأراضي العراقية، ما لهم علاقة. وبعدين التصريحات التي أدلى بها قاآني والمسؤولين الإيرانيين يقولون احنا أطلعنا الحكومة العراقية ومن سنوات وقدمنا لهم أدلة عن أماكن تواجد هؤلاء وعقدنا مع الحكومة اتفاقيات، لكن الحكومة لم تفعل شيئا، وبالتالي اضطر